السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. أنا شيماء اللي أول مرة يشوفني. النهاردة هنعمل مع بعض كده وصفة جميلة جدا، تنفع نفطر بيها، تنفع نتعشى بيها، تنفع واحنا قاعدين كده سهرانين بالليل، زهقانين عايزين ناكل حاجة نعملها حاجة كده خطيرة. تنفع كمان نعملها زي المقبلات زي السمبوسة والجلاش كده جنب الأكل، بجد تجنن، وصفة رهيبة. الفيديو النهاردة لو عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. اسمعوا بقى صوت الخرفشة كده والقرمشة، خطيرة. أول حاجة بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة هنعملها من العيش التوست، وهنحتاج الخلطة الكريسبي أو كورن فليكس وبصومات، ومعايا بيضتين وعليهم شوية ملح وشوية فلفل وأخفقهم كده مع بعض، والبصومات والخلطة الكريسبي من عند العطار، وخلطتهم كده مع بعض، شوية بصومات على شوية خلطة كريسبي. أول حاجة جبت التوست بتاعي كده وقطعت الأحرف بتاعته، طبعا الأحرف دي ما بنرميهاش، دي طبعا ولادي واقفين ورا الكاميرا أصلا يعني بصوا بيتخانقوا عليها مستنيينها. هاجيب التوست بتاعي بعد ما قطعت الأحرف بقى، وهابدأ بالنشابة بتاعتي كده أفردها أخليها رفيعة جدًا، جدًا. الحشوة بقى دي بمزاجِك، أنا هنا عملتها بالسلامي، وحطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا، الحاجة اللي موجودة عندِك. الحشو ده اعملي براحتِك، ممكن تحطي جبنة مع خضار، يعني بُصي كل حاجة، أي حاجة أنتِ حاباها. وبنقفل بقى بخليط مَيّة ودقيق، بنقفل الأحرف بس كده بيها. هنا باعمل الكمية كلّها مع بعض زي ما باورّيكم كده، باورّيكم إن أنا باعمل الكمية كلّها، وبعد كده باحُط في البيض وأطلّع في خلطة الكريسبي بتاعتي. ممكن لو ما عندكيش خلطة الكريسبي بنجيب كورن فليكس، ونقوم نكسّره كده شوية، ونقوم عاملينه بنفس الطريقة. معايا بقى بعد ما باخلّص الكمية كلّها برضه في البيض والخلطة الكريسبي والبقسماط، باقوم بقى رايحة على مرحلة الزيت. يعني أنا الأول باعمل التوست كلّه مرّة واحدة، وبعد كده باعمل البيض والبقسماط والخلطة الكريسبي كلّه مرّة واحدة. تمام، بجد الوصفة دي خطيرة، وباعملها كتير وإحنا سهرانين كده بالليل. الواحد بيبقى وهو سهران كده في يوم أجازة بيبقى عايز حاجات كده يتسلى فيها وبتاع، وأحلى من أي حاجة برّه. تمام، هنا بقى معايا الزيت بتاعي يكون سخن، ونبدأ إن إحنا بُصّوا ما بتاخدش معانا نُص دقيقة، نُص دقيقة بالضبط ما بتاخدش معانا. شايفين بقى أنا بالمصفى كده باشيل أي حاجات معايا علشان الزيت بتاعي. شايفين اللون الخطير؟ هاطلّعها بقى كده على مناديل أو مصفى، مش هتفرق لإن هي أصلًا بصراحة ما بتشربش زيت. الوصفة النهاردة حلوة جدًا وجميلة وما بتشربش زيت، فعشان كده أنا مطلّعاها على مناديل مش على مصفى. لو كانت بتشرب زيت كنت هاطلّعها في مصفى علشان تصفّي الزيت بتاعها وما تبقاش طرية. هي مقرمشة جدًا ومن جوّه الجبنة سايحة وخطيرة بجد، طعمها حكاية، حكاية. أتمنى اللي يجرّب الوصفة النهاردة ييجي يقول لي رأيه إيه في التعليقات. ولو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي وكل فيديوهاتي توصل لكم. تمام، شايفين بقى الجمال؟ بجد حكاية الوصفة دي، أتمنى من كل قلبي إن أنتم تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه. جميلة، جميلة، يعني حاجة كده من الآخر، ولادِك مش هيزهقوا منها. وأقول لكم بقى ألف هنا وشفا على قلبكم للي يجرّبها. مع السلامة.